السلام عليكم. النهارده فيديو مهم لكل أولياء الأمور، لكل رب بيت، لكل ربة منزل. الموضوع بخصوص برامج البث المباشر أو التسجيل، أيا كان تيك توك أو لايكي أو كل البرامج الشبيهة ليها واللي نزلت وانتشرت بشكل واسع جدا. الفيديو هيكون توعوي شوية خصوصا للناس اللي عندها بنات في البيت. أتمنى تكملوا الفيديو معايا للنهاية عشان في معلومات مفيدة جدا وخطيرة جدا كلنا هنعرفها وهنتكلم فيها باختصار شديد، ومش هنطول عليكم إن شاء الله. هنخش في الموضوع على طول. طبعا كلنا سمعنا وشفنا أخبار وقضية البنت اللي اسمها حسام ومودة الأدهم والأشكال اللي زيهم دي كلها. وطبعا في ناس استكترت الموضوع وقالت الموضوع ما يستاهلش اللي يتعمل ده كله، وازاي يتحكم عليهم بالسنين دي كلها. طبعا الناس دي كلها في غفلة كبيرة، ولو يعرفوا خطورة الموقف مش هيتكلموا كده وهيقولوا بالعكس دول يستاهلوا أكتر من كده بكتير. طبعا الموضوع ده كله هنشرحه خلال الفيديو. هنعرفكم مدى حجم الموضوع ومدى خطورة الموضوع، مدى خطورة اللي ممكن يحصل داخل البيت وانت ما تعرفش. طبعا ده شيء مش هيكون بإيدك، لأن طبعا الكلام ده كله بيحصل ممكن في غفلة أو في عدم وجود أو في غياب شوية الأب أو الأم. عشان كده احنا بننوه النهاردة وبننبه النهاردة، يا ريت كلنا ناخد بالنا، لأن طبعا كلنا عندنا بنات في البيت وربنا يا رب يستر علينا كلنا. تابعوني لاخر الفيديو. لو مش مشترك معايا يا ريت تشترك في القناه سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، وان شاء الله نستفاد النهارده في الفيديو ده. ويلا نخش في الموضوع على طول. مبدئيا انا مش هتكلم في موضوع القضيه حنين حسام او مودة الادهم او غيرها من بنات كتير او بروج الموضوع دون. اكتر ما هتكلم في الموضوع بشكل تقني شويه، او هنشرح شويه تفاصيل خطوره الموضوع من ناحيه حد فني شويه. طبعا البرامج دي امثال تيك توك وامثال لايكي، امثال كواي اللي لسه نازل، امثال يعني في لا يقل عن 200 300 برنامج بث مباشر موجود وبيتعمل له اعلانات كتير وبينزل على جوجل بلاي او على الاب ستور ايا كان. الكلام ده كله متاح تحميله والكلام ده. طريقة عمل البرنامج أو إيه خطورة البرنامج اللي الناس ممكن تكون في غفلة عنها، اللي إحنا هنشرحها النهاردة بالتفصيل شوية. البرنامج عبارة عن برنامج بث مباشر أو برنامج بيبقى فيه جانب تسجيلي وجانب بث مباشر. طبعا البرامج دي بتعتمد بشكل كبير على ربح الأموال. اللي حضرتك ما تعرفوش او اللي حضرتك ما تعرفوش ان بنتك او بنتك بيكون معاها موبايل حديث بتسطب عليه برنامج زي كده. ما بتبقاش الموضوع ملوش علاقة قوي بموضوع تربية، انا مربي بنتي او بنتي متربية او الكلام ده، قد ما بيبقى موضوع شيطان بيدخل في الموضوع واستدراج وبتاخدها درجة درجة، وده كله هنشرحه مع بعض خلال الفيديو. احنا بنقول دلوقتي ان البرامج دي بتتحمل على الموبايل عندك. فكرة عمل البرنامج ان بيبقى فيه على البرنامج حضرتك بتعمل اكونت وبتسجل بيه دخول، بيبقى فيه اوبشن متاح على البرنامج ان انت في محفظة الكترونية معاك على البرنامج ده. بتقدر عن طريق المحفظة دي ان انت تشحن فلوس. بيبقى كل برنامج ليه عملة معينة مسمينها مسمى معين. بتقدر عن طريق المحفظة دي ان انت تشحن فلوس ايا كان بفيزا او اي شكل من الاشكال، بيبقى معاك رصيد على البرنامج ده. في برضو خاصية داخل البرنامج بيقدروا ان هم يحولوا من محفظة لمحفظة. انا طبعا ببسط لكم الموضوع شوية او بتكلم شوية بشكل بلدي علشان نعرف توصل لنا المعلومة بشكل سليم. عن طريق المحفظة دي بقدر ان انا احول من عندي مثلا من رصيدي على البرنامج او على المحفظة بتاعتي لمحفظة حد تاني انا متابعه او هو متابعني او في ما بيننا لينك او تواصل على برامج البث المباشر دي. كل اللي بيحصل والكارثة الكبيرة طبعا زي ما انا قلت من شوية ان الموضوع بيجي تدريجي وباستدراج سنة سنة. طبعا بتيجي واحدة زي البنت اللي اسمها حنين حسام او غيرهم من البنات دي، بتبدأ تستدرج البنات الصغيرين ايا كان لسه في سن مراهقة او البنات اللي هم لسه ما عندهمش خبرة شوية، ويقولوا لهم انت هتقعدي قدام الكاميرا وهتعملي بث مباشر وهيدخل حد او ناس بتتابعك وهيبقى عندك كمية متابعين كويسة، وبالتالي انت هتاخدي او هتقبضي بالشكل ده. ايا كان هي
اشتغلت مع وكالة زي الوكالات دي أو هي اشتغلت مع نفسها، فالأمر بيتم كالآتي: أنا بجمع عندي متابعين عندي على الصفحة مثلا، وليكن تبدأ البنت تجمع عندها متابعين على الصفحة، بيبقى عندها طبعا المحفظة بتاعتها على البرنامج، ويبدأ المتابعين دول يخشوا، وهي بتعمل لايف عادي خالص، بتطلع بس مباشر، بتتكلم في أي هري، بتتكلم في أي موضوع، تبدأ نسبة المشاهدات عندها بتزيد. اللي بيتم بعد كده ان في حد بيكلمها على الخاص، بيقول لها انا عايز اعمل بث مباشر معاكي برايفت. بس برايفت دي اللي هي بتطلع بث مباشر ولكن ما بيشوفهاش غير الشخص الطالب ده. ايه المقابل لكده؟ المقابل لكده ان هو بيحول لها ايا كان العملة دي او النجوم او الكوينز او البوينتس اللي موجودة، ايا كان المسمى بتاعها على البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه. بتيجي الكارثة الكبيرة من هنا، ان تبدأ البنت ان هي فعلا الموضوع بيغريها. طب انا بقى المشاهدات اللي انا كنت بعملها في البث المباشر العام مش عمرها ما هتجيب لي مكسب او هتجيب لي ربح زي البرايفت. تبدأ البث المباشر البرايفت بتاعها، ويبدأ الشخص اللي قاعد قدام الكاميرا الناحية التانية بيحول لها فلوس. طبعا البنت في الوقت ده اتحولت لسلعة، هي طبعا غير مدركة. احنا بنتكلم في بنات سن من 16 سنة لحد مثلا 25، حسب الفئة العمرية وحسب طريقة التفكير. طبعا احنا ما بنلومش، تاني بنرجع ونقول ما بنلومش على الاهل، لان هي ممكن تكون غفلة، واحنا دورنا دلوقتي ان احنا بننبه الناس ونعرفهم. بعد كده بيجي دورك انت ان انت تنتبه لحاجة زي كده، وهنقول طبعا حل الموضوع ايه في الاخر. خلاص بدأت البنت إن هي اتفقت مع الشخص اللي عايز تدخل له برايفت على الغرفة برايفت، وتعمل له بس مباشر برايفت. بيبدأ إن هو يحول لها العملة اللي إحنا قلنا عليها دي، وبتبدأ إن هي تجمع فلوس في المحفظة، ومن هنا بيبدأ الربح بتاعها. طيب خلاص، عندها الشخص ده النهارده خلصت معاه بس مباشر او مع غيره او مع غيره، بيجي لها الشخص ده تاني يوم برضه نفس الكلام. انا مثلا على سبيل المثال انا متفق مع البنت، وليكن انا هحول لها وليكن مثلا 10 نجوم او 15 نجمه، في مقابل ان انت هتعملي لي بس مباشر، ونتكلم انا وانت بس ايه، حديث كده خفيف وبتاع، وهندردش مع بعض، وكل واحد هيتكلم وهيسال التاني شويه اسئله، وخلصت القصه على كده. دي اول درجه من السلم اللي احنا بنقول بتيجي تدريجي يا جماعه، والبنت بتنزل على السلم تدريجي لحد ما بتلاقي نفسها في الهويه. بعد كده بيجي لها تاني يوم: طيب انا امبارح حولت لك 15 نجمه، او حولت لك 15 كوين، او حولت لك 15 بوينت للمحفظه بتاعتك. انا النهارده هحول لك 25 او هحول لك 30، مقابل ان انت بس ايه يعني هتغني لي شويه بتاع، واسمع صوتك كده حلو او مش حلو. وبتبدا بقى القصه تدريجي زي ما احنا بنتكلم. تاني يوم بيبدا يحول لها بدل ال 25 50 70 80، ويبدا يطلب منها طلبات اعلى سنه بسنه. وطبعا الموضوع بيغري اي بنت ان هي تمام، انا كده هكسب، بدل ما انا هاخد نجمه او نجمتين، لا ده انا هاخد 50 و200، وهبدا ان انا احولهم فلوس، وكلها دقيقتين او 3 دقايق او 5 دقايق هقعد معاه فيهم. محدش حاسس بيا، انا قاعده في الاوضه بتاعتي قافله على نفس الباب، محدش عارف انا بعمل ايه، والموضوع هيعدي وخلصت القصه على كده. وهجمع لي في اليوم ده مثلا 400 500 الف 2000 حسب الشغل بتاعي. طبعا زي ما قلنا الموضوع جه تدريجي، وبدأ ان هو بقى ايه، يقول لها طيب انا عايز اشوف شعرك، طيب انا عايز اشوفك مثلا بحاجه بحمالات، طب انا عايز اشوفك بتعرفي ترقصي ولا، ونبدأ نخش في بلاوي زرقاء واحنا قاعدين مش حاسين. يبقى الاب في شغله، او الام شغاله او مشغوله او ملهيه او مش مركزه، تبقى البنت مستغله كل الوقت وقاعده في اوضتها قافله على نفسها، ومعاها الكارثه الكبيره اللي هو الموبايل، مش هنقول البرنامج. طبعا احنا بنتكلم كل حاجة في الدنيا لها استخداماتها الصح وليها استخداماتها الغلط، واحنا طبعا بننصح الناس ازاي ان احنا نستخدم الاستخدام الصح. ان انا اكون مدي بنتي عندها سنها تتراوح ما بين ال 15 او ال 16 لحد ال 25 او لحد ال 27، وموفر لها كل الامكانيات اللي هي ممكن تخش في طريق منحرف غصب عنها وبدون دراية مني، فده الخطأ الأول والأخير. يرجع لراجل البيت أو يرجع لرب الأسرة، وترجع برضو لدور كبير برضو مهم للأم. احنا بننبه يا جماعة، البرامج دي بتودي في 60 داهية، وبتاخد البنت في منحدر مش كويس خالص غصب عنها، وبتيجي الموضوع معاها تدريجي زي ما احنا اتكلمنا وشرحنا الموضوع بيجي معاها ازاي، وازاي بيكسبوا من الحاجات دي. بلاش يا جماعة عشان خاطر ربنا، بلاش موضوع الموبايل، بلاش سمارت فون.
يبقى مع البنت، نركز شويه، ما نسيبش البنت في الاوضه لوحدها قافله على نفسها، كل شويه نبص عليها، كل شويه نسالها، كل شويه نتابع معاها، نركز معاها. مفيش حاجه يا جماعه اسمها بنت في السن دون معاها سمارت فون مربوط على نت. مفيش، ايا كانت التربيه، ايا كانت البنت دي عامله ازاي، اخلاقها عامله ازاي، ما ينفعش. لازم نبدا بنفسنا احنا كرب اسره او كمسؤول، ان انا احجم الموضوع، عشان ما اجيش يعني كل الناس اللي حصلت معاها الموضوع ده، او كل بنت دخلت في الطريق الغلط ده، او كل اسره اكتشفت ان بنتها في كارثه زي كده، كانوا بيفكروا نفس التفكير: لا احنا بنتنا كويسه، بنتنا ما تعملش كده، احنا مركزين معاها واحنا مدينها التليفون، اكيد ما تستخدمش الاستخدام ده. محدش ضامن حاجة، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل في أوضة مقفولة، محدش عارف حاجة ايه اللي ممكن يحصل بموبايل مربوط على نت. الموبايل سمارت فون مربوط على نت مع بنت، فده نافذة على طريق انحراف مش عايزين ان احنا نوديهم او نكون سبب ونيجي نلومها واللوم علينا في البداية. كلنا نركز يا جماعة مع بناتنا اللي في البيت. مفيش بنت تمسك سمارت فون، مفيش بنت تبقى معاها نت ومتاح معاها 24 ساعة، مفيش بنت تخش أوضة تقفل على نفسها الباب والتليفون معاها. كلنا نركز يا جماعة في النقطة دي. هتيجي حد يقول لي: طب أنا بنتي بتروح دروس، بتروح جامعة، بتروح مشاوير، أنا عايز أطمن عليها، إزاي مش هيبقى معاها تليفون؟ في تليفونات يا جماعة تأدي الغرض. في تليفون أقدر إن أنا أقول لها: ألو أنت فين، عاملة إيه، أخبارك إيه، وصلت فين، جاي إمتى، الكلام ده كله هقدر إن أنا أستخدمه الاستخدام الصح، وهبعد ابني أو بنتي عن الطريق اللي ممكن ياخده في طريق مش كويس. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، وتكون المعلومات كافية بالنسبة لكم، ويكون الموضوع واضح لكم بشكل تقني شوية أو بشكل فني شوية، علشان كانت في حاجات غايبة عن الناس، وإزاي والبرنامج ده هيشتغل إزاي، أو هي هتكسب منه إيه، ولا هياخدها في الطريق ده وهيستدرجها في الطريق ده إزاي. طبعا الموضوع أبسط من كده بكتير وأسهل من كده بكتير، إن هو ياخد البنت وينجرف بيها لطريق مش كويس. الموضوع لازم نركز شوية مع بناتنا، وبلاش يا جماعة للمرة العشرين بقولها: بلاش البنت تمسك سمارت فون، بلاش البنت تختلي بنفسها في أوضة. نركز شوية يا جماعة عشان خاطر ربنا في الموضوع ده شوية. وإذا كان ولا بد البنت تمسك تليفون، ففي تليفونات كتير زي اللي في الصورة اللي قدام حضراتكم، ممكن إن هي تأدي الغرض معانا بشكل كبير جدا، وناخد منها كل الحاجات اللي احنا عايزينها، ويبقى احنا بعدنا خالص عن مشاكل النت والكوارث اللي ممكن تحصل عليه واحنا مش داريين. وبناتنا ربنا يحفظ كل بنات المسلمين. اتمنى نطبق الكلام اللي انا قلته، وكل واحد يركز شوية يا جماعة بالله عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.